الاسم الثلاثي فهد عايد أعمش. الاسم الحركي راس بدوي. مواليد 2000. تركت المدرسة بس بسبب ساعد أهلي. بعدها كنت عامل عادي يعني راعي مثل ما تقولون. صرت أساعدهم من هنا وأجيب من هنا وأجيب، تمام. كانت وضعنا شوي زين الحمد لله. بعدها طلعنا شوي ريف، بعد الريف شوي جونا في داعش غيرها وشياتين، شفنا من عندهم ظلم كثير هذولا، يعني حيل شفنا من عندهم ظلم، يعني ظلم مو طبيعي، ظلم بالدين هذه أولا، ظلم بالعبودية، يريدونك تعبد شخص واحد بس، وثانيا طاغين وظلامهم. بعدها كنا بموقف، راح جاب قلنا له روح جيب مي، راح جاب مي، هو كان معلم سجله بالمتور، راح متلقينه هم الدواعش، قالهم ليش معلم سجله ما ليش معليها، وعمره 18 سنه يعني طفل ما له ذنب بهالشيء هذا كله على بعضه. جم هم قالهم خلاص خذينا بيك قرار قصاص من اللي عند الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي وين؟ الحاكم الشرعي قاعد عندهم بالنقطه ايه، كانت اسم النقطه 40، بس لكن هم مو دوله اسلاميه، هم كفار. بالنسبه لهم الشيء هذا اللي يسووه كفار، يعني يقصون ويذبحون ويجزرون، يعني سووها مجازا. ابن خالد ايش قد عمره؟ يعني عمره 14 سنه 15 سنه، يعني ما يتعداهن. جم خذم عليه قرار قصاص وقصوه يعني قدامنا بالليل. قصوه الساعه 8 المغرب. ومن هالشيء هذا احنا نسقنا مع الرفاق وشياتين، ظلنا ننسق معاهم. ومن زمان احنا مع الرفاق، كان لي عيال عمو ولي عيال خوال ولي غيرها من 2014 وغير، بس لكن انا ما كنت بالكبر هذا وغيره وشيتين مشان انضم مع الرفاق، لان ما يقبلوني من عمري صغير. بعدها دخلت بين الرفقات، وهذا دخلنا احنا وعيال عمي وعيال خالي وشياتين وغيره، بس مشان الشيء اللي صار بجريتنا مشان التحرير مع الرفاق والرفقات والرفيقات، نسقنا معاهم وهذا وشياتين. قلنا لهم تمام، نريد منكم طلب واحد بس، انه بس نريد نحرر منطقتنا. قالوا تمام ماكو اي مشكله، بس يجون الرفاق ننطيكم امر وتحرروها ان شاء الله. جانا امر ان شاء الله وحررنا مناطقنا والحمد لله من هالشيء هذا. بعدها باشرنا بتحرير المناطق من 2014 وغيرها، سلوك وتل ابيض وراس العين وشياتين، كانوا عيال عمي معاهم، انا ما كنت معاهم، بس باشرنا كل العشيره معه باشر. بعدها مشينا بالمشيه هذه، تقدمنا لقدام، جينا عاد نمشي على الرقه وما رقه وغيرها. عاد انا هنا انضميت للرفاق. وبعدها عاد دخلت بين الرفاق وشياتين، واخذت الامور يعني بطبيعيه. على اللي جذبني لهم اكثر شيء الروح الرفاقيه، عندهم معنويات ما يكسرون عليك، عندهم روح رفاقيه عاليه، يعني ما يتركونك لا بضيق ولا بغيرها. من جميع الرفاق، اذا كانت رفيق اذا كان رفيق، احنا هنا كنا رفاق، كان بالمجتمع هذا كنا رفاق مع الرفيقات مع غيرها، كنا ناخذ الامور كلها بروح رياضيه. يعني اول طابور اللي كان طابور الشهيد روبار، تمام، فوج الشهيد جعفر ايش سريكانيا. الدورات اللي تلقيتها هناك، دورة الشهيد موردوم، دورة الشهيد خابات، دورة الشهيد بلا. سويت دورتين، سياسي وعسكري هذا، وهذيك 15 يوم سياسي بس. دخلنا عاد بامور الرقه وما الرقه والتحرير وغيرها، فتنا بالحملات وشفنا بها شيء اشكال الوان. يعني اصعب معركه كانت عندنا معركه الصناعه، لان كانت كلها قتال شوارع. لا بعضها شلون يحطونك درع حمايه كبشريه. احنا يوم نشوف المدنيه يجون علينا من ظلم الدواعشه، من ظلم الدواعش اللي هناك، اللي بالرقه، اللي ماخذين الرقه هم الدواعش، كانوا مظلام حيل عليهم. احنا يوم نتقدم بالجبهه على طول نضلحنا الصادريه، يعني بوجههم، يعني يوم نشوفهم ونطلعهم يكيفون، هم حاطين برقع شرعي، تمام. هذا تتغشى بنوب. هذه اول حمله اللي كنت يوم انا خذينا ثار بن خالد، الحمد لله خذينا بالثار وتحررنا منهم، والحمد لله جزاهم الله الف خير وما قصروا.
والحمد لله هذه أول حملة لي، كانت أول ما حررنا مناطقنا سلوك وتل أبيض. إحنا بالكرامة ما كرامة وهذيش، لا كانوا يبعثون مفخخات، سيارات مسيرة، طيارة مسيرة، ما أعرف شو يقولوا لها هم. تجي علينا الطيارات تسقط علينا وتطيح، يعني يستشهد من عندنا رفاق ورفيقات ومن حسبتهم. ولد عمي زاد تصاب بوقتها بالطيارة اللي سقطوا علينا وانفجرت بالمناخر. انضربت هي الطيارة وتصوب وشلناه وخذيناه. هذه أصعب كانت حملة علينا، لأن هجموا علينا هجمة قوية بوقتها، سووا علينا التفاف ودخلهم بش اسمه، دخلهم علينا بلبس نسواني، دخلهم علينا بلبس نساء، يعني خمار وما خمار. هم استعملوا من الشيء هذا مواد لهم، بس يفتون بناتكم ويسووا لكم كذا. احنا مو مسموح معنا ان نسوي الرفقات وغيرها وشياتين وغيرها، وما نقدر نفتش اللي يطلع من عندهم، لان هن مضغوطات من عندهم، احنا نجي نضغطها. لا، احنا نريدها كحريه مو بس لنا احنا، حريه لكل المجتمع العربي، كحريه فكر، كحريه راي، كحريه ذهن. طبعا مو حريه لباس، اذا كحريه فكر على منهج القائد ابو. على الشيء هذا احنا قاعد نمشي ان شاء الله. بعدها استمرينا بالشيء هذا كامل، وتقدمنا لقدام وحررنا جديده وكرامه. تقدمنا جاي على الرقه السمراء وما الرقه السمراء والحمراء وغيرها، وظبطنا الامور الحمد لله، والمشلب صارت تمام. خلصنا الامور هذه تمام. اصعب حمله صارت علينا بالرقه هي بالصناعه ودوار الدله. هذا اصعب حمله كانت علينا حيل لان كانت بوقتها كانوا يصيرون بالصهاريج المشط المنطقه، يطلعون من ورا، كانوا يحفرون انفاق ويطلعون بالصهاريج من ورا، كلها قناصات واوم وما اعرف شو، مو من هذا. كانت قتال حيل قوي، مسيرات دقمه ما بعرف شو يسمونها، انه بيجون الناس يفجرون نفسهم غيرها. يقولون انتم كفئه ما اعرف انتم لا دين ولا اخلاق ولا غيرها، كانوا يقولون لنا هيك. يعني حمله كانت قويه علينا حيل. هذه أول شغلة. الثانية حملة اللي واجهناها الأصعب من حملة الصناعة هي اللي دوار الدلة. دوار الدلة شلون صارت أصعب حملة؟ بس بالرفاقة اللي حواليك، لأن كانوا كلهم يجون بلباس كله خمار، كروح رفاقية ومعنويات عالية. يعني أنا صارت عندي هيك من معنوياتهم إلنا اللي انطونا إياها من فكر القائد عبد الله وجلان، الله يحرره بخير والسلامة يا رب ويفك أسره. من الروح الرفاقيه اللي عندنا، جن وساعدنا بهالشيء هذا، وساعدنا بعض، وكنا ايد واحده يعني بالجبهه، ما تركنا لا ايد هذا ولا حتى اصبع. تمام. اصعب حمله كانت حيل قويه علينا هي بالمكان دوار الدله، يعني صارت اصعب حمله علينا، وساعدنا بعض والحمد لله، مشطناها وزبطنا امورها والحمد لله، وطلعنا مدنيه اسره عندهم، وطلعنا المدنيه اللي كانوا محاطينهم درع بشري، كانوا محاطين درع بشري، هم مدنيه، هم يصيرون ورا المدنيه ويضربونا، احنا ما نقدر نضربهم قدام المدنيه. احنا غير، احنا روح رفاقيه، معنويات عاليه، تمام، روح شعبيه. الدورات اللي اخذناها تمام من الشيء هذا صارت عندنا معنويات عاليه. كانت المشاركه اللي بيها انا، الحملات اللي شاركت بها من ممتازه، يعني يستشهد معانا رفيقين، نشيلهم نسحبهم لورا، نبدلهم، صح تصير معانا استشهاد وغيرها، بس ما تضعف، لا تخلي شيء يضعفك بهالحياه.
استشهد رفيقك، تمام، رفيقك الحستين مثل ما يقولون الوطن كهو عبرة عن أمه، والوطن هذا أمه، تمام. إحنا وقت يوم استشهدوا عندنا الرفاق هذول ما تكسر المعنويات ولا خالصين ولا بنوبة، عادي، أخذنا الأمور بطبيعية وجدية وغيرها، تمام. يعني رفيقك هذا صح إنه ما راح يتعوض وغيره وشياتين، صح إنه ما راح يتعوض، بس يجي رفيق وياخذ مكانه بالاسم، مشان هيك يظل اسمه شهيد حي، عرفت؟ يعني يقول لك شهيد نامر هو شهيد حي بهالشي هذا. اي بالعاد باشرنا بالشي هذا وجمع الرفاق وساعدونا بالشي هذا ومشطنا المنطقة وطلعنا المدنية من عندهم. هي هاي يوم كانت علينا أصعب حملة هي وقت المدنية، وهم صاروا قدامنا بس لأن ما عاد نقدر نضربهم، ولا عاد هم يقدروا يضربونا لأن هم عندهم عادي، قلوبهم ميتة، قلوبهم حجر كزبر الحديد. اي صارت تحرير الرقة والحمد لله، وفرحنا من كل قلوبنا احنا والرفاق والرفيقات وجميع من شارك معنا بهذيك حملة الرقة، تمام. وفرحنا يعني من كل قلوبنا، يعني الفرحة مي بس لنا احنا، الفرحة لكل الشعب والكل ثورة شيء، والكل ثورة شيء، والكل حر والكل حرة. من هالشيء هذا احنا فرحنا من هالشيء هذا، وتحرير مناطقنا وتحرير الفكرة اللي هم كانوا بيريدوا يحطونه، بس الحمد لله ما قدرهم على الشيء هذا وحررنا أنفسنا. بعدها عاد خطة البلوردات كحرية الشعوب، كتحرير الفكر، كالأمة الديمقراطية، كالروح الرفاقية، كالوطن والوطنية، كالفكر عبد الله أوجلان، كيف يفكر الأندلوجية اللي عنده، كيف تكون هيك مستمر، هيك تكون غوي، تكون صلب. يريدك مقاتل مناضل، يريدك مقاتل شرس، يكون ما تكسرك أي شغلة، يكون شنو هدفك تقاتل بسلاح صح، بس خلي عدون فكرك يسبق سلاحك. هو الشيء هذا أنا اللي فهمته بالوردة هذيك. وغيرها ثاني حملة الدير وما الدير. أول حملة اللي بالدير أحلى حملة هي بالدير كانت لأن كنا مختلطة، هذه أول وحدة. وثانيا أول حملة اللي عالدير هي الثانية. ثاني حملة اللي بالدير فعلا فرحة من كل قلبك. يعني صرنا ليش صارت عندي فرحة؟ لأن صارت كل عربي معاي، عرب وسريان وكراد وغيرها وباشور وكامل، يعني صاروا معانا، وأزيديين ودروز، وأحلى ما يكون، تمام. وأكثر كان طابورنا كطابور بدو، يعني اسمه طابور الشهيد روبار فوق الشهيد جعفريش تحت قيادة كامل بدوي. من هالشي هذا تمام صرنا بالشي هذا وغيرها، وناضلنا وسوينا وثورنا، تمام. أول حملة اللي كانت بالبغوز هي بحقل العمر، أول حملة، وقاتلنا، يعني قاتلنا قتال حلو. يعني أنا كنت رامي بكسي، تمام. نتقدم، كان يتقدم صادرية، الرفاق من ورايح منه، هم يتقدمون شوي، مو أنا أغطي لهم هم يمشون، طلقة أضرب، تمام. بس مشان هم أنا أغطي لهم وهم يمشون، بس مشان المنطقة، مشان حرر المدنية من الدواشة، تمام. بعدها حررنا المنطقة هذه وطلعنا منها. الحملة الثالثة هي هجين والباغوز وغيرها. هجين والباغوز وهذيك كانوا عددهم صح كثير، بس لكن ما عندهم شجاعة، تمام. يضربون كضرب مو طبيعي هم، تمام. بعدها وقتهم مني قبل ما أتصاوب فترة طاح عندنا شهداء، بس لكن طاح عندهم أكثر، هم طاح عندنا شهداء وشهيدات، الله يرحمهم ويتقبلهم إن شاء الله بجنات الفردوس الأعلى. هذه هي. تقدمنا شوي، نتقدم ونرجع كتمشيط، نتقدم ونرجع لما عاد ثبتنا نقاط بالبحرة. بعد أخذنا البحرة، أخذنا المخيم البحرة، حررناه منهم، طلعوا المدنية يوم جيناهم فرحانين هيك، ما أعرف فرحة اللي عندهم اللي بعيونهم، اللي شفناها بوقتها ما شفناها بعيون أحد، فرحة حيل قوية. دخلنا عاد جاي من هجين بشوية الساعة 6 الصبح، وبقت نهار انتصابت، نهار إصابتي، الساعة 6 الصبح وربع 2019، بداية 2019 دخلنا فيها، وظلينا تقريبا جينا نسوي شاي الصبح. قال لي رفيق بس اسوي شاي وانت تعال افطر، قلت له تمام بس اسوي شاي ووقف. جاء هو شايل كاسة شاي بيدي مشان يطلع عني حرس. انا نزلت من الساتر هيك وطق علي اللغة، طق علي وعليه، يعني هو عيونه
وجسمه، وأنا بتر بالقطع الأيسر. لغم كان بس ساتر، كانوا مزرعيني إياه منو الدواشر. مثل ما ذكرت تون 2000 بداية 2019 طق علي الساعة 6 الصبح، صار عندي بتر بالقدم الأيسر. هلا أشوف كل الرفيقة، هذا هو بتر بالقدم. بعدها جم الرفاق وشالوني كروح رفاقية وغيرها، شالوني طبعا، شالوني الفترة بس للهمر ودوني بيها. تمام، شالوني أنا ورفيقي ودونا عاد على الإسعاف. جتنا الإسعاف بحقل العمر، يوم اندحقت على رجلي هيك، عرف الرجل مقطوعة من يوم انطق علي اللغم، عرفت رجلي مقطوعة. والحمد لله على كل حال. تلقيت العلاج عندهم، علاجهم حيل ممتاز، وروح رفاقية طيبة، يعني حيل عندهم روح رفاقية للعسكر الجريح، الرفاق والرفيقات والمشافي والرفيقات زاد اللي يشتغلون بالمشفى، والرفاق اللي يشتغلون بالمشفى كنفسيتهم حلوة يعني مع الجريح. مشفى الشهيد سيلة، مشفى سريكاني العسكري، دخلت فيها تلقيت بها العلاج 15 يوم. نقلوني على الغامشلي، مشفى الشهيد خابات الغامشلي، سووا لي بتر لها، لأن صابتها غرغرينة، الرجل هاي صابتها غرغرينة وقصوا لي إياها. قصوا لي طبعا من هون بس، لكن الطرف واصل حد هون بس عادي، قصوا لي تقريبا من هون، هي بس تصحيح بتر. تصاوب يروح جزء مني عادي، جزء مني راح فدى الوطن يعني هذا الوطن أمنش ما نقدم له، نظل مديونين اللي هو. الرفاق يعني معنوياتهم حيل زينة، بكل الأوقات شغالين كفكر، كبوردات، كعلى رؤوس عملهم، يعني انطوني معنويات عالية، يعني ما خلوني أضعف. اللي جا الرفيق يقول لي أنت كذا، أنت مناضل ثوري، أنت قدمت الشيء هذا صح، ما قدمته على شيء غلط، يعني انطوني معنويات حيل عالية. تمام. بعدها صارت أكاديمية الشهيد دشتي، دورة الشهيد فرهاد كوباني، دخلنا فيها. دخلت قبل بدورة بأكاديمية الشهيد دشتي، هذه دورتين اللي أسويها عند أفال دشتي بالأكاديمية، تلقينا بها يعني حيل، يعني افتكرت فكر أكثر مني ماخذه قبل دوري عسكري سياسي، الحسين بس سياسي مو مثل اليوم تاخذ شهر سياسي 15 عسكري، لا هذه 45 سياسي. درس أهمية التدريب وكيف نعيش، والمناضل الثوري والأمة الديمقراطية وكشعب، ونزل فنستم اليوم علينا جديد، يعني حيل معنوياتنا صارت عالية حيل. أخذنا الدرس عن المرأة، تمام، نسوي محاضرات بالليل يسوون إياها الرفاق، نظر صرخبون، نظر الرفاق يسوون إياها، تمام، ينطونا معنويات عالية، وأهمية التدريب واسلوبه والخطاب، ولسه دروس كثيرة. إصابتي أنا إيش تعني لي؟ والله تعني لي كل شيء. يعني مثلا أنا قدمت قطعة مو فدوى للوطن، ومثل ما قال الراح ما يرجع، وأنا قدمت الشيء هذا قدمته بفخر، ما قدمته بشيء غير، أنا قدمته الوطني وقدمته لشعبي، وقدمته الرفاقي بالروح الرفاقية والرفيقات. يعني ما أقدمه بس لنفسي، ولا أقدم
ولا الشياطين، ولا أني ندمان على الشيء هذا اللي صار معي. مو قصة غير أو شياطين، الحياة المدنية غير والحياة العسكرية غير. الحياة المدنية شنو؟ تطلع تروح لشغلك ترجع، هذا هي، ما أتخرط مع أحد. لا، الحياة العسكرية غير، تعرفك على ناس تخليك فعلا تفكر مزبوط، شنو رفيقك، شنو صاحبك، منو اللي معاك، منو ضدك، منو اللي عليك. بالمدنية من شغلك على بيتك، من بيتك على شغلك، هذه ملتي بس شغلة، هذه انت بس ملتي بالشي هذا. بس الحياة العسكرية لا، مناضلة، دروس، عرفنا عن حرية الشعب وكيف نعيش، وحرية النفس وحرية الفكر، انه يتحرر جسديا